محمد نجم منتخب مصر نتابع مع تقدم. الصراحة ما سمعتش حاجة وشفت حاجة، بس الحمد لله لو هو فعلا كده احنا الحمد لله بالأرقام عندنا 7 بطولات وإن شاء الله نحقق التامنة. وهو زي ما أنت قلت برضه لو هو قال حاجة زي كده يعني يعمل زينا وياخد بطولات. تعليق، انا اندهشت الحقيقه من تصريح وناحيه منتخب مصر في افريقيا. منتخب مصر اللي بيكسب كوت ديفوار بالاربعه والكاميرون بالاربعه ونيجيريا بالثلاثات، يعني تاريخ منتخب مصر في افريقيا كل المنتخبات الصلبه في افريقيا دايما منتخب مصر مش بيكسب، ده بيكسب بسكور عالي في كل البطولات، وحتى لما بيخسر بيكون هو يمكن الكلمه الطرف الافضل. تساقطون ارضا واضاعه الوقت، هل تتفق فيما ذكرت؟ لا تماما، لا بالعكس، ده المنتخب المصري اكثر ضحيه من الاسلوب ده. بالعكس الاسلوب ده بيجيده المنتخب المغربي بشكل كبير جدا. انا ما اعرفش، والتاريخ يذكر الالغام مهما كان الاداء. لا وحتى الاداء والنتيجه. اصل انت ما بتكسبش كبار افريقيا بالاربعات وانت بتتساقط، انت بتهاجم طول الوقت. فتحي لا أنا لا أوافق ناحية، ربما لأنه صغير وما عاشش، لأنه مصر اللي عشتهم ونعرفهم 98 و86 2006 2008 2010 كان استحقاق كبير وكبير جدا. الفريق المصري الفريق الأهلي 2006 و8 فريق ممتاز. وإنما لا أوافقك عندما تقول اللي يمثلوا ويتيحوا ويتساقطون ولا لا ده اسلوب لعب. لا بس العربيه الكوريه. لا انا اؤكد لك هو اسلوب لعب الفريق التونسي والجزائري والمغربي والمصري عن الفرق العربيه عندما نكون منتصرين وفي كذا نضيع الوقت. انا اعترف اي اسلوب يكون اي منتخب لا تقول المنتخب المغربي هو يتفوق عليها. لا انا رايي الشخصي، انا بقول لك هو يتفوق علينا في الجزئيه دي. ده اسلوب لعب، انا ما بهاجمش وما بقولش بس اذا كان من ناحيه غالب ما نجناش على المنتخب المغربي. لا ده اسلوب لعب، بس المنتخب المغربي بيتفوق على المنتخب المصري في الجزئيه دي. طيب يفصل عبد الكريم ما بين صابر وفتحي في هذه الجزئيه، لكن قد يكون هذا الامر متاح وغير مقبول لمشاهده المباريات من الجميع في كل انحاء العالم من انديه ومنتخبات. من يتقدم قد يعني يشكل في مساله ان يتحكم في الكره اكثر ويسيطر ويتحكم في يسير المباراه الى نهايتها. اولا يعني خلينا نرجع الى التصريح، هو جزئين. الجزء الاول يعني يبدو فيه الاحترام ويعني التقدير للتاريخ ولسمعه المنتخب المصري، والجزء الثاني اعتقد بانه هو سقطه، لكن في موضوع اضاعه الوقت هو اسلوب ليس فقط في المنتخبات العربيه قد صابر الغراوي وعبد الكريم الشمالي، الشكر موصول لك المشاهدين على حسن المتابعه، تقبلوا تحياتي، الى اللقاء.